اهلا بيكم. لو قلت لك ان شركة ومحرك البحث الشهير جوجل ما كانش اسمه جوجل، لا كان اسمه الاصلي الفابت اللي هي الحروف الهجائية. وعلى نفس النهج فيسبوك بقى ميتا، وميتا مش مجرد تغيير في الاسم. ميتا بعد اللي قريته واللي شفته هبقى انا وانت وهو وهي وولادنا في عالم تاني. هبقى انا وانت جزء من الانترنت. وقبل ما اقول لك الجديد في التطبيق، تعال نعترف ان وسائل التواصل الحالية اخدت الناس من بعضها، وكل واحد فينا بقى محبوس جوه تطبيق. تخيل لما تحب تعمل بث مباشر على الفيس، حضرتك هتختار اللوكيشن اللي هتظهر فيه، لوكيشن ثلاثي الابعاد. بمعنى انا كمدرس وهعمل بث على الفيس مع الطلبة بتاعتي، هختار المهنة، هختار شكل المدرسة، هختار الفصل. هقدر كمان اكون جوه الفصل بالفعل، والبس اللي انا عايزه واحط الديكور اللي انا عايزه. هلاقي نفسي جوه الحدث، هقدر اشرب واكل براحتي، مش انت بس، لا كمان الحاضرين معاك. وبكده هتكون انتقلت الى عالم اخر، وده الواقع الافتراضي او المعزز اللي بتعبر عنه كلمة ميتا او ميتا فيرس. ولو عامل كمان حفل غنائي او موسيقي في بث على الفيس، هتقدر تلاقي نفسك جزء داخل الحفلة بتغني وبترقص. وكله حسب اللوكيشن اللي هيديك اختيارات مناسبة للموضوع، وهتبقى في قلب الحدث. كمان لو ابنك بيلعب على الفيس، هيكون هو وزملائه جزء من اللعبة، سواء راكب طيارة أو مركب أو حتى غواصة. باختصار زي فيلم ماتريكس، او زي النظارات الواقع الافتراضي. احب افكركم ان شركة فيسبوك اعلنت من فترة عن توفير فرص عمل لاكثر من 10,000 مهندس من الناس اللي عندها الخبرات والمهارات العالية في دول الاتحاد الاوروبي، وتحديدا في المانيا وفرنسا، مجموعة دول من الاتحاد الاوروبي. يا ترى حد سأل نفسه ليه بيطلبوا الاعداد دي؟ عشان يشتغلوا على الميتا فيرس، الواقع المعزز او ثلاثي الابعاد. في شركات تانية كانت بدأت فيه بالفعل، ولكن بشكل مصغر او بشكل بيخدم العاب او تعليم. مؤسس الشركة مارك ورئيسها التنفيذي باختصار عايز يغير من شركة تدير واقع السوشيال ميديا إلى شركة تقنية، وده هيفرق معاه ماديا. بيقول كمان مارك ان المستخدمين في ميتا مش هيحتاجوا لمتجر عشان ينزلوا بعض التطبيقات. اما بالنسبة للشركات الاخرى والشركات التجارية، هتقدر تشتري التطبيقات والادوات التجارية باجور متواضعة، وبدل ما تكون شركة للسوشيال ميديا تبقى شركة تقنية. وزي ما قلت لكم هيفرق ماديا كتير. مش هطول عليكم، ده كان ملخص لعشرات المقالات وحديث مؤسس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك. يا ترى اللي بيحصل ده في مصلحتنا، ولا هيحولها لكابوس ومعاناة أكتر من اللي عايشينها؟ أعتقد إحنا كعرب لازم ننتبه جدا جدا لما هو آتي.